انت تبقي ايه؟ ابقى بني ادمه. ما انا عارف انك ادمه، انما يعني اسمك ايه؟ اسمي بطوطه، في السن محطوطه، نص اسمي قط نص اسمي قوطه. حذر فذر تبقى ايه؟ ايه هو ده؟ انا بقول لك اسمك ايه تقولي لي توطه وبوطه ومش عارف ايه محطوطه. انا عايز اعرف اسمك ايه. يعني ما انتش حدق؟ لا مانيش حادق. غلب غلبك. غلب غلبي. اسمي مدموزيل قطوطه. مدموزيل قطوطه. الله، اسمك حلو وكلامك حلو وشكلك حلو. نعم نعم نعم، حضرتك بتبصبص لي والله عال. انت شويه شويه ترقص لي حواجبك وتقول لي يا باشا اجيب لك بغاشه. لا فوق لنفسك، انا مش من دول يا مقص. مقص؟ ده انت عايزالك 30 مقص يقصوا لسانك الطويل ده. انا ابصبص لك؟ ده انا قد ابوكي. خلاص انا زعلان منك. لا ما تزعلش. لا انا خلاص زعلان. لا ما تزعلش، حقك عليا. شو المشاعر او الذكريات او التداعيات اللي بتخطر على بالك لما تشوفي هالمشاهد؟ هقول لك حاجه هتصدقني. طبعا هصدق. يعني مش انا. مش انت؟ لا. كأنه حدا تاني. والزمن يا ترى عشت ولا لا؟ مثل الحلم، مثل المنام. بالامانه يعني مش متخيله ان انا كنت في الزمن ده، وانا قابلت العمالقه دول، وانا عملت الافلام دي. انا لما بتفرج على نفسي والله مش انا. طيب رح نرجع لهالموضوع، بس هالفيلم هو اول افلامك ياسمين. ايوه. رغم انه انور وجدي وفر لك المدربين واللي على الرقص وعلى التمثيل، وقلتي انك عشتي ببيته مع زوجته ليلى مراد، عند تصوير اول مشهد من الفيلم حضرتك رفضتي تصوري. بالظبط. لانه لابسه فستان مقطع ممزق. طفله بتضل. يعني كان ردة فعل الطفله هون مش ردة فعل الممثله او الفنانه. هقول لك ليه. ليه؟ لان طبعا احنا الافلام ما بناخدهاش ورا بعض. نعم. التصوير اللي قبل مني كان مفروض عيد ميلادي، بيغنوا الاطفال ولابسين حلو قوي. نعم. غنوه اسمها يا ياسمين انت فين يا ياسمين، غايبه ليه وبتاع. فجايبين اطفال قبل المشهد اللي انا هصوره كلهم لابسين شيك وحلو ولطيف. نزلت على الاستوديو، انا طبعا لبسوني مقطع ومش مقطع والحاجات دي. نزلت على الاستوديو لقيت كل الاطفال لابسين حلو، قعدت اعيط. فانور وجدي بيقول لي بتعيطي ليه؟ قلت له مش ممكن يا انكل، كل البنات لابسه حلو ومتشيكين ومتزوقين ولابسين جزم حلوه، انا اطلع ابسه مقطع كده. قال لي لا انت هتبتدي لي من اولها. قال لي هو كده. قعدوا بقى يفهموني وبتاع مش عارفه ايه فين وفين لما انا اقتنعت بالموضوع ده. لا أنا من أنصار مقولة واذكروا محاسن موتاكم، بس شو بدنا نعمل إذا كان الشخصيات العامة دايما بده يحكي الواحد لإلها واللي عليها. أيوة. يحكى كثيرا أو يتردد أو البعض يقول إنه أنور وجدي كان بخيل الله يرحمه. هل كان بخيل مع حضرتك أم كريم؟ لا، أنور وجدي ما نقدرش نقول عليه بخيل. نعم. لأنه كان الأفلام اللي كان بينتجها بيصرف عليها ببسخ. يعني تخيل فيلم زي غزل البنات لما يجيب ليلى مراد وجايب مثلا نجيب الريحاني والحان عبد الوهاب يعني قمم. لكن بخيل في يمكن اجزاء من شخصيته. يعني كان بتذكري حضرتك انه كان ياخذ منك كل الاشياء الخاصه بالدور. يا خرابي انتوا بتقولوا يعني حاجات فعلا حصلت. يعني حضرتك طفله ملابس اكسسوارات شغلات بعد انتهاء التصوير كان ياخذها منك بالظبط. لدرجه انك مره زعلتي شلتي الدبوس من شعرك قلتي له تفضل حتى الدبوس. انا في الحقيقه انا عندي ازاي يعني فعلا ده حصل. يعني تخيل لو قلت له ايه يا انكل حضرتك نسيت حاجه البنسه بتاعتي. لكن ده انا بتصرف كطفله. ويمكن ساعتها والدي اللي قال لي يعني قال لي قولي كده. طيب مش احد اسباب خلافه مع ليلى مراد انه كان يستخدم فرش البيت، ديكورات البيت، صالونات البيت، يظهرها من البيت، يصور فيها بالافلام
ويرجعها بعدين على البيت، وكانت تزعل هي كست بيت هون، مش كفنانه او مغنيه او ممثله. تزعل انه كيف اغراض البيت عم يستخدموا للتصوير. لا، وبعدين كان انور وجدي بيعمل حاجه تانية كمان يعني. نعم. ما كانش بيصور فيلم واحد في وقته، يعني ممكن يصور فيلمين 3 بنفس المشهد عشان ما يرجعش ينزل العفش. يعني لو بيعمل فيلم تاني مثلا فيلم تمر الحنة ده مثلا كان بيعمل معاه فيلم تاني، فهيستغل الصالون ده، فيخلص المشهد يرجع يصور المشهد بتاع الفيلم التاني عشان ما يرجعش ينزل. ده فعلا حقيقة، يعني أنا ما أقدرش أقول لا ولا أقدر أنكر الحاجات دي، لأن دي حقائق. خصوصا انه الطفل بينطبع بذاكرته الاشياء، يعني ذاكره الطفل اقوى من ذاكره شخص واعي او مدرك احيانا. طبعا، لان بدليل ان انا لحد دلوقتي يعني فاكره ازاي ليلى مراد كنت عايشه معاها، ازاي كانت بتعاملني، ازاي انور وجدي كان بيعاملني، ازاي كل الكاست اللي كانوا معايا. كان عصبي وغيور جدا على ليلى مراد جدا، لانه كان بيحبها وما كانش يحب اي حد ان هي تمثل معاه غير معاه هو، لكن هو ما كانش بيقدر كل الافلام ينتج لها. طيب، هالقد كان بحبها، ويقال انه كان زير نساء في نفس الوقت، وارتبط بعلاقه عاطفيه مع الفنانه كاميليا ومع الراقصه رجاء يوسف اذا مش غلطان، شقيقتها ايضا راقصه عواطف. كنت شاهدي على هذه المرحله. طب والنبي مين في الزمن ده برضو يعني ما بيبقاش ليه علاقات؟ ما دي حاجة طبيعية، بس هو كان كده يعني. نعم. مش عارفة يعني، دي كانت طبيعته زي أي راجل. ممكن يبقى مثلا متجوز ويكون مع واحدة كويسة جدا، وممكن يبقى ليه مثلا الحاجات الشخصية دي ممكن. طيب، يعني مين بتعتقدي كان أكثر مسؤول عن هذه الخلافات، هو أم هي؟ لا، على ما أعتقد إنه كان هو. كان طبيعتها أهدى وأروق جدا نسمة، وست بيت فظيعة. كيف كانت تعاملك؟ جدا لأقصى درجة، لأن يعني مش قادرة أقول لك الرقة اللي كانت فيها دي كلها جزء من شخصيتها. يعني ليلى مراد لما كانت بتمثل في الأفلام والحاجات دي، الست الرقيقة الناعمة دي شخصيتها. وأنور وجدي كان فظيع. نعم. كان يعني معطاء للحب جدا، وكان كويس جدا. ولا يمكن في يوم من الأيام أي حد من كل النجوم اللي جم حد هيقدر يعمل شخصية أنور وجدي في الأفلام. وبعدين هو نفسه ما كانش أناني في حبه مع الفنان الكويس. تعرفتي على كاميليا؟ شفتها بعد طلاق أنور وجدي وليلى مراد ولا قبل؟ دي مش هقدر اذكرها قوي، بس اللي انا عارفاه ان كان في مشهد ان انا كنت هعمله، اللي هي مديحه يسري بتدخل عليا بتديني بالقلم وبتاع مش عارفه ايه. نعم. مشهد من الفيلم بتضربني بالكف. فكانت كاميليا جت الاستوديو وجايبه بوبيه عروسه حلوه قوي، فانور وجدي قال لي لو عملتي المشهد ده حلو قوي العروسه دي انت هتاخديها. فالعروسه دي اللي كانت ماسكاها وقاعده بيها في البلاتو كانت الله يرحمها كاميليا. كان عندها يعني مشاركه بالفيلم ولا لا؟ كانت جايه زياره، فخلى ان هي اللي تقدمها لي، فده يمكن اياميها كان فيه شويه على ذكر السيده مديحه يسري النجمه الكبيره، طبعاً. كيف تعاملت معك انذاك؟ خصوصا انها عم تلعب دور كان رفضته السيده فاتن حمامه، لان السيدة فاتن حمامة ما حبت تمثل دور في فيلم بطلته طفلة، أو المحور الفيلم هي الطفلة فيروز اللي هي صح. حضرتك. لا يعني عارف هقول لك على حاجه، يعني مديحه يسري كنت حاسه انها فعلا كانت في الفيلم زي والدتي، بس انا مديحه يسري ما كانش في مشاهد كتير، يعني اخر ربع ساعه من الفيلم. كل الفيلم كان لوحدي، مشاهدها كانت لوحدها. بس يمكن الاخر خالص جزء من الفيلم فيلم ياسمين، والمشاهد كلها كانت على اساس انها شايفاني، فكان كله حب وحضن، وكانت دايما تقعد معايا هنعمل كذا، تعيطي في المشهد ده. يعني كان في، انا ما اعرفش ازاي كمان هقول لك حاجه، زمان كان في ارتباط، الفنانين كانوا بيحبوا بعض قوي.
قوي قوي. يعني لا تتخيل مثلا ال القعدات بتاعتهم كان كلها بيتكلموا هنعمل الفيلم ده، هنصور كده المشهد. يعني كان حتى وهم بيحضروا المشاهد تحس تلاقي ان الفنان عايز يقعد، عايز يعرف المشاهد اللي هيعملها. يعني بعد حتى ما البلاتو بيخلص والفيلم بيخلص بيبقى عايزين يقعدوا يعرفوا ايه المشهد اللي هيمثلوه. بتحسي انه الزمن تغير اليوم والعلاقات الفنانين ببعضهم اختلفت؟ هو بس مش الفنانين، هو كله. في يعني اقول لك في ايه، حاجه زي زمان. بضايقك هالشيء يعني؟ لا هو مش بيضايقني، بس انا بحس دلوقتي الماده طاغيه. يعني زمان نعم. كان الفنان بياخد ملاليم مش ملايين. ف يعني يمكن الفنان الملاليم اللي كان بياخدها يمكن كان يقدر يجيب مثلا عربيه او يجيب شقه ويعمل حاجه بعد مثلا زمن ما يتعب ويعرق ويشتغل ادوار صغيره. بس في حاجه تانية عايزه اقولها لك. دلوقتي الفنان، انا طبعا بحترمهم كلهم وبحبهم كلهم، وعندنا دلوقتي فنانين عظماء جدا. بس اللي عايزه اقوله لك، زمان الفنان ممكن في فيلم كان يبقى بطل. اقول لك مثلا زي مين؟ زي فريد شوقي. نعم. ممكن الفيلم اللي بعديها لو انور قال له او اي حد تاني هتعمل دور صغير اوكي. يعني مش بيبقى متمسك انه خلاص عمل فيلم بطوله يبقى انا خلاص بقيت بطل، انا لازم اعمل بطوله بقى. نعم. لا، الدور الحلو هو اللي بيخلي سواء الواحد كان يبقى بطل او غير بطل. طبعا. هقول على واقع صغير. تخيل فنان زي انور وجدي في فيلم اسمه شباك حبيبي، كانت الله يرحمها نور الهدى البطوله. نعم. تخيل جايب انور وجدي كان السكند مش كان البطل، اللي كان جايب معاه البطل مطرب اسمه عبد العزيز محمود، لان عبد العزيز محمود ده كان من احسن المطربين اللي عندنا. انور وجدي في الفيلم عامل دور مش ثانوي. اكتر ثانوي، ومخلي البطوله وانتاجه. ده دليل كانوا بيشتغلوا للفن. عايز ده الفن، عايز يعمل حاجه حلوه. قبل ما اتابع يعني معك هيك أنا تعبتك. المشوار، لا ابدا، بالعكس انا سعيد جدا وأنا بوجودك أسعد والله. بس عاده يعني الفنان بيبدا مغمور شوي شوي، بيبتدي يصعد، بيصبح مشهور، ممكن يصبح نجم اذا كان الله عاطيه القبول والكاريزما. حضرتك العكس تماما، يعني اللي حصل انك ابتدأتي من اول لحظه طفله معجزه نجمه لفت الانظار، وشيئا فشيئا يعني وصلت إلى حد الاعتزال، إلى أن ذهبت إلى البيت، إلى الأسرة. يمكن بالشكل إذا مشيت اليوم بالشارع كثير ناس ما بيعرفوك، يعني كيف يعني الحكاية مقلوبة؟ لا، أنا هرد على النقطة دي لأن دي نقطة الحاجة اللي لسه يمكن في جمهور كتير مش فاهمها. أنا اتولدت نجمة. نعم. وطلعت نجمة واتشهرت قوي 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 قوي. يعني يمكن لو كنت انا ابتديت مثلا، مش هقول دلوقتي، انا دلوقتي عجزت طبعا، يعني ابتديت وانا في شبابي. نعم ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. نعم. لو كنت ابتديت من شبابي عمري ما كنت هاخد الشهرة اللي خدتها وانا صغيرة. راضي يعني بتعتقدي انك اخذتي نصيبك وما كنتش اتمنى ان انا كنت اخد الشهرة دي وانا كبيرة. انا مبسوطة جدا خدتها وانا صغيرة. ليه؟ لان فضلت معايا لحد دلوقتي. لو كنت، معلش اسفة هكمل. نعم تفضل. لو كنت ابتديت دلوقتي مثلا وابتديت انطفي كنت هزعل. طيب ما فقدت الحلم بهالطريقة؟ يعني بمعنى كل شيء حصل بأول 4-5 سنوات من عمرك، الباقي كل العمر الباقي يعني الإنسان بيحلم أنه يوصل، بيحلم أنه يحقق شيء، بيحلم ربما أنه يصبح حققتيهم كلهم من البداية. طيب وبعدين عندي بيتي، عندي حياتي، عندي ولادي، عندي أحفادي، عندي كل، ربنا مديني كل حاجة. وبعدين هقول لك حاجة. نعم. أنا وقفت لكن ربنا بعت حد تاني، أختي نيلي. نعم بتشوفي حالك فيها طبعا، دي بنتي. ان شاء الله الليله بنسمع صوتها، ان شاء الله نسمع صوتها. يعني بص هقول لك حاجه. نعم. نيلي بنتي
بعتبرها الحاجة اللي أنا ما شفتهاش في مسيرتي، ربنا الحمد لله اداها في ليلة.